حصل امبارح في الفرقه المصريه والكره المصريه امبارح، سواء من الاهلي او الزمالك او منتخب مصر للشباب، بقينا اضحوكه لافريقيا كلها. دلوقتي الهلال السوداني طالع يحفل على الاهلي على صفحته، بيقول مش عارف قوم يا ايه، قوم منفض الهدوم، ويطلع الترجي التونسي كمان ويقول ان الزمالك اضعف فريق في دوري ابطال افريقيا، ويطلع كمان منتخب الشباب بتاعنا امبارح على ارضه في مصر يخسر 4-0 من السنغال. احنا كده ما بقيناش رايحين لحته ضلمه، احنا بقينا رايحين لحته سد خالص، ما فيهاش ولا نور ولا اي حاجه خالص. وده بسبب ايه؟ محدش يقول لي اتحاد الكره المصري. اتحاد الكره المصري ده من يوم ما طلعت على وش الدنيا هو ما بيعملش حاجه ومش هيعمل حاجه، ده اخره خالص بس يأيد اللعيبه على مزاجه في اي وقت، بعد ما القيد يقفل وبعد ما القيد يفتح يأيد براحته، يأيد لناس وما يأيدش الناس. ده العدل اللي احنا شايفينه في مصر بالنسبه للكره المصريه. اتحاد الكره ده من يوم ما طلعت على وش الدنيا هو اخره بيسافر مع اللعيبه يروح يتفسح في اي بلد، لكن ما بيعملش حاجه. اتحاد الكره المصري ده ما حدش يتكلم عليه ويقول لي جيب لي سيره خالص. الاتحاد المصري هيفضل زي ما هو من يوم ما طلعنا على وش الدنيا وهو كده، وهيفضل كده مش هيعمل حاجه. فما حدش يرمي الشماعه على اتحاد الكره المصري، الشماعه اللي لازم تترمي هي على اللعيبه بتاعتنا، لعيبه الاهلي، لعيبه الزمالك. الزمالك دلوقتي بقى موقفه صعب في دوري ابطال افريقيا جامد جدا بعد الخساره الثالثه امبارح. دلوقتي بقى عنده نقطه واحده بس من التعادل. موقفه ايه في الثلاث ماتشات الجايه؟ لازم يكسبهم، لازم ياخد التسعه بونت كامله. اما خش التسعه بونت كامله الزمالك كده باي باي افريقيا، الزمالك كده فعلا باي باي افريقيا. الماتش الجاي للزمالك هيكون مع الترجي، والترجي الصعب جدا زي ما شفنا امبارح، وهيكون هنا على ارض مصر ان شاء الله. فاستغل الوضع ده، استغل تواجد الجماهير، استغل تواجد ان انت بتلعب على ارضك، وخد الماتش باي طريقه، هات اي جول ونام عليه، المهم تاخد الثلاثه بونت. الترجي مهم جدا ان انت تاخد منهم الثلاثه بونت، لان موقفك في الماتشين اللي بعدهم هيكون اسهل من موقف الترجي. ان خدت الماتش بتاع الترجي الجاي ان شاء الله يا زمالك، اضمن بنسبه 90% ان انت ان شاء الله هتصعد من دور المجموعات. بالنسبه للاهلي، الاهلي لسه لحد دلوقتي عنده 4 ماتشات. الماتش الجاي هيكون مع القطن الكاميروني يوم 4 الشهر الجاي، وبعدها هيكون الماتش بتاع العوده بتاع صن داونز هناك في جنوب افريقيا يوم 11. فانت كاهلي لازم تكسب على الاقل 3 ماتشات، على الاقل لازم تكسب 3 ماتشات من الاربعه دول. تكسب صن داونز ان شاء الله على ارضهم. هتقولي لا ده فريق جامد ومش هينفع نكسبه على ارضهم، ده كسبنا، ده تعادلنا معاهم على ارضنا بالعافيه. اقول لك ده خطا منك انت كنت كسبان الماتش 2-1 وخلاص، كان الماتش اكلينيكيا ليك، لكن بسبب الدفاع المشكله الكبيره قوي في الاهلي، الدفاع اللي كان غايب تماما جدا امبارح. ما انا مستغرب جدا بصراحه، انت بتدافع ولا بتهاجم بس ما تدافعش؟ المفروض ان انت بتعمل ضغط متقدم في الهجوم، تبقى عندك في دفاع وراجع متاخر عشان اي هجمه مرتده، لكن بيحصل العكس. احنا كلنا دفاع نص هجوم، بنضغط قدام، ترجع علينا الكره مرتده ما بنلحقش، تكون الكرة دخلت جول، تكون في هجمه خطيره، تكون الدنيا خربت، ربنا سترها والشناوي صد 1 و2 و3. لولا كده كنا طلعنا بسكور امبارح، اقسم بالله. احنا لولا ان الشناوي كان موجود وطلع كام كرة من لعيبه صن داونز، كان الاهلي شال كتير قوي امبارح. فانت كاهلي بقى خطه كولر اللي ماشي عليها ديت محتاجه لاعيبه جامده. ما هو الغلط مش عند كولر ماشي بطريقه صح، ماشي بسيستم صح، ماشي باسلوب صح، بس مفيش لعيبه تطبق الخطه دي، مفيش لعيبه تقدر ترجع وتخش بسرعه. ما عندناش احنا الحته دي. امبارح الدفاع كله اتغير، اذا كان متولي او عبد المنعم اتبدلوا هما الاثنين. ده بسبب ايه؟ لان هما تعبانين مش قادرين. عبد المنعم مفيش نقاش عليه، هو مدافع جامد جدا بس ارهاق بدني كبير. متولي حصلت له اصابه، خرج غصب عنه، مش هينفع يكمل. فلازم احنا كالدفاع في الاهلي يكون ليه حل، وتكون في المشكله دي ليها حل. ازاي؟ تدعم بقى خطوط الدفاع بتاعتك باي صفقات جديده، يا اما تزود بقى حته الدفاع بتاعتك وما تلعبش بالخطه دي يا كولر، لان موضوع الدفاع ده بقى صعب جدا في الاهلي. حته بقى الهجوم اللي كان كولر مصر على بيرسي تاو فيها، بيرسي تاو ده ما ينفعش خالص يبقى مهاجم. بيرسي تاو ده اخره بس يفسد الهجمات، بيرسي تاو ده بيلعب مع الفريق المنافس بان هو يضيع الهجمات، بيرسي تاو ده اخره خالص ياخد الكوره 1 و2 ويتقطع منه ويقف، بيرسي تاو ده ما بيرجعش يدافع. بالنسبه بقى لخط النص، وخط النص ده اللي انقذنا امبارح منه مروان عطيه اللي كان بالفعل الصفقه الناجحه جدا اللي اشاد بيه كل الناس امبارح
في ماتش الاهلي وصن داونز. مروان عطيه كان عامل جبهه كويسه جدا في خط النص والدفاع. مروان عطيه لولا انه كان بيرجع يدافع كنا شلنا كتير. مروان عطيه كان بيطلع كرات كانت محققه اهداف. مروان عطيه كان بيروح على اللاعب والاثنين والثلاثه وبيجري وما بيوقفش. مروان عطيه اللي كان جنبيه اليو ديانج، اليو ديانج اللي كان حاضر غايب، اليو ديانج اللي احنا مش عارفين له اي حاجه لحد دلوقتي، اليو ديانج اللي كان موجود كانه مش موجود، اليو ديانج اللي الناس كلها مقتنعه بيه بس ساعات بيظهر مستويات محدش يقتنع بيها تماما، اليو ديانج اللي انا مش فاهمه لحد دلوقتي هل هو حلو ولا مش حلو. انتوا كجماهير شايفين اليو ديانج ايه؟ شايفين اليو ديانج ده صفقه فعلا كويسه ولا لا؟ لان انا بصراحه بالنسبه لمستوى اليو ديانج امبارح ده ما كانش ينفع يبقى موجود خالص. لو عمرو السوليه مكانه في نص الملعب كان بقى احسن منه 1000 مره. اليو ديانج امبارح افسد علينا كرات كتيره جدا، الكره كانت تبقى معانا يدخل هو مندفع تتقطع منه يرجع، لا ما يرجعش يقف مكانه. اليو ديانج يرجع يدافع، لا ما بيدافعش بيقف مكانه. اليو ديانج كان بيعمل ايه؟ كان بيضيع بس الدنيا وخلاص. اليو ديانج لازم يعيد قراراته، لازم يشوف في ايه المشكله اللي عنده. ما هو انت كده مش طبيعي، انت مش متعودين منك كاليو ديانج على المستوى ده، احنا كاهلاويه مش متعودين من اليو ديانج على المستوى ده، في حاجه مش طبيعيه في الموضوع. فايه بقى مشكله عندك مثلا في البيت، مشكله نفسيه، مشكله ايه بالظبط مش فاهم؟ ولا انت بتفكر بقى في حته الانتقالات وان انا هروح فين؟ هروح بازل ولا هروح البرازيل ولا هروح مش عارف فين؟ ايه يا عم الدنيا دي كلها؟ العب الماتش وبعد كده اللي يحصل معاك يحصل، لكن مش للدرجه اقسم بالله احنا كنا معتمدين عليك اعتماد اكبر من كده، لكن خيبت املنا فيك. بالنسبه بقى لحته الهجوم بتاعت حسين الشحات، حسين الشحات يا جماعه ده المفروض الاول يتحط حسين الشحات وباقي التشكيله يتحط على حسين الشحات، لان بالفعل حسين الشحات كل ماتش بيظهر لنا انه افضل لاعب في الاهلي، افضل لاعب في الاهلي. وبالنسبه بقى للجبهه الثانيه بتاعت علي معلول، علي معلول اللي كانت جبهته ميته، هي كانت جبهه ميته ما كانش موجود علي معلول، ولا عرضيات علي معلول ولا ترقصات علي معلول ولا اختراقات. فين علي معلول؟ يبقى كده احنا لازمنا واحد مكان علي معلول، لازمنا صفقه فعلا تبدل علي معلول، لان علي معلول باين عليه ان السن فرق معاه جدا وما بقاش قادر. احنا كان علي معلول ده كنا بنقول هو رقم واحد في الاهلي، دلوقتي علي معلول ما بقاش علي معلول بتاع زمان، علي معلول اتغير خالص. الاهلي والزمالك لازم الماتشات الباقيه ليهم يكسبوا ليضمنوا ان هم يصعدوا من دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا لدور الثمانيه. غير كده ما حدش يكلمني يقول لي لا ده الاهلي هيكسب 3 ماتشات، احتمال كبير لو صن داونز خسر من الهلال تكسب 3 ماتشات تصعد، غير كده مش هتصعد. وخليك عارف ان الهلال قوي جدا السنه دي، الهلال مدعم فريقه ولاعيبه برازيليين كتير، وفريق على اعلى مستوى السنه دي مش زي كل سنه. الاهلي عنده ماتش ان شاء الله مع القطب، والزمالك عنده ان شاء الله العوده مع الترجي. فانا اتمنى من كل الناس سواء جماهير الاهلي سواء جماهير الزمالك الدعم للاعيبه الاهلي والزمالك الفتره الجايه عشان ربنا يعدي بينا والكره المصريه على خير ان شاء الله. وفي الاخير يا اخويا ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتعمل لايك وكومنت دعم منك، اخوك لسه جديد في المحتوى، واتمنى منك كل الدعم عشان ده بيخليني نستمر وان اكمل معاكم. السلام عليكم.